أهلا وسهلا بحضراتكم. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة. ميعادنا مع الفيديو اليومي الجديد واللي بنتكلم فيه عن بعض الأمور الخاصة بالنادي الإسماعيلي، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم إن الأمور كلها جوه النادي الإسماعيلي للأسف سخنة جدا ومفيهاش استقرار نهائي، فبالتالي بنطلع مع حضراتكم يوميا عشان نبلغكم بكل الجديد والتفاصيل اللي بتحصل جوه نادي الإسماعيلي. ولكن طبعا قبل ما بنتكلم في الفيديو بتاعنا بنحاول نذكر حضراتكم ونذكر نفسنا بإن احنا نصلي على النبي محمد وكمان نذكر الله، وإن شاء الله بإذن الله يكون فيديو موفق جدا، وأكيد يهمنا إن احنا نكون عند حسن ظنكم. وبنتمنى من كل اللي بيتفرج علينا إن هو يدوس لايك للفيديو، وبنندد ندائنا المستمر أي حد مش مشترك في القناة يسعدنا إن هو يشترك فيها عشان إن شاء الله نكمل المسيرة ونحاول إن احنا نقدم الفيديوهات اللي ليها علاقة بالنادي الإسماعيلي. سريعا يلا نخش في المواضيع بتاعتنا، وأول موضوع معانا وهو المبادرة اللي شغالة لحد دلوقتي والمستمرة، وهي مبادرة سحب الثقة من مجلس أبو الحسن. وإحنا وصلنا لليوم الخميس وهو اليوم العاشر من مبادرة سحب الثقة من المجلس الحالي، وإن بالفعل يوم الخميس تم توقيع 270 استمارة سحب الثقة من المجلس الحالي. رقم كبير جدا ورقم ضخم جدا في يوم الخميس من تواجد الأعضاء الخاصين بالجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي. يبقى احنا كده بنتكلم إن يوم الخميس حضر 270 عضو جمعية عمومية ووقعوا على استمارات سحب الثقة من مجلس نصر أبو الحسن. يبقى كده عدد إجمالي الاستمارات اللي تم توقيعها من أعضاء الجمعية العمومية هو 1676 استمارة تم توقيعها بمعرفة الجمعية العمومية. رقم ضخم جدا ورقم النادي الإسماعيلي مش متعود عليه الحقيقة في السنوات اللي فاتت. وزي ما احنا عارفين وقلنا لكم قبل كده ان الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي رئيس النادي بينجح ب 600 صوت ب 700 صوت، ولكن ان انت تقدر تجمع 1676 عضو جمعية عمومية ويوقعوا على استمارات سحب الثقة من المجلس، فكده في إجماع من أعضاء الجمعية العمومية على فشل المجلس الحالي، وإن الناس كلها بتروح في عز الحر عشان توقع على الاستمارة وتثبت حالة وتثبت إن هم رافضين تماما لكل القرارات ورافضين لوجود المجلس جوه النادي. بالنسبة لمبادرة سحب الثقة خلاص هو فاضل يوم السبت ويوم الأحد المقبلين، وكده هتكون انتهت ال 15 يوم والمهلة اللي هي متحددة من مديرية الشباب والرياضة. يعني احنا بنتكلم ان يوم الأحد القادم هيكون ده آخر يوم في عملية سحب الثقة من المجلس، وبكده تكون المبادرة وتكون تجمع الأعضاء طبعا تجمع ناجح بلا شك، وإن الناس أجمعت على فشل المجلس اللي موجود حاليا، وإن هو لا يصلح إن هو يقود النادي الإسماعيلي في الفترة الجاية. طبعا زي ما انا قلت لك في فيديو قبل كده ومن 3 4 ايام ان الحقيقه الموضوع ده مسبب ازمه كبيره جدا جدا لمجلس الاداره، وتقريبا يعني شال حركتهم تماما. طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل كده ان اللائحه والقانون الخاص بوزاره الشباب والرياضه ان انت عشان تدعي لاسقاط المجلس وتسحب منه الثقه لابد من توقيع 1500 عضو جمعيه عموميه على الاستمارات الخاصه بسحب الثقه، وده اللي قدرت المبادره وقدر اعضاء الجمعيه العموميه في تنفيذه، وإن بالفعل العدد يوم الخميس وصل ل 1676 عضو جمعية عمومية وقعوا على الاستمارات، وده الرقم اللي هو بيفوق ال 1500 استمارة. عايز أقول لك كمان إن الناس اللي مسؤولة عن مبادرة سحب الثقة ما بيكتفوش بكده، ده كمان بيدعوا أعضاء الجمعية العمومية إن هم يكونوا متواجدين يوم السبت والحد، وإن هم يوصلوا لأكبر عدد من الاستمارات اللي هيتم توقيعها. كده الموضوع بقى قانوني وبقى رسمي. ولكن خليني اقول لك ان ابتداء من يوم الاربع اللي فات وتحديدا يوم الاربع والخميس اداره النادي الاسماعيلي زي ما بلغنا حضراتكم ان هم قافلين البوابه الخاصه بتواجد بعض من اعضاء مديريه الشباب والرياضه لاستكمال مبادره سحب الثقه، وان النادي الاسماعيلي بيقول ان اخر يوم في مبادره سحب الثقه منهم وهو يوم الثلاث، وده اللي سبب ازمه كبيره جدا ومأزق لمديريه الشباب والرياضه، وان الموضوع كله وصل لوزير الشباب والرياضه. والحقيقه الناس مستاءه تماما تماما من تعامل اداره النادي الاسماعيلي في الملف ده. كمان خليني اعرف حضراتكم واقول لكم بعض الكواليس اللي حصلت يوم الاربع بسبب ان اداره النادي الاسماعيلي قفلت البوابه الخاصه باعضاء الجمعيه العموميه، وده عمل تكدس كبير جدا في الشارع الرئيسي الخاص باستاد النادي الاسماعيلي، وده بالفعل اللي حصل اتصالات على اعلى مستوى، والناس يعني اللي كلموا اداره النادي الاسماعيلي
وبلغوهم ان هم مستائين تماما تماما من تعامل اداره النادي الاسماعيلي بالملف ده، ان هم بقراراتهم الصعبه دي خلوا ان يكون في تجدس في الشارع، وان اللي رايح واللي جاي يبص ويسال التجمع ده موجود ليه، وان بالفعل كان في تجمع عدد كبير جدا جدا من اعضاء الجمعيه العموميه. وطبعا بسبب الموضوع اللي حصل ده اداره النادي الاسماعيلي نزلت بيان على صفحته في الوقت متاخر من صباح يوم الاربع، ويعني فيما معناه ان هم بيقولوا ان الجمعيه العموميه هم صحاب النادي الحقيقيين، وان اداره النادي الاسماعيلي يعني على مسافه واحده من الجميع، وان اداره النادي الاسماعيلي اكيد عايزه الشفافيه في الموضوع ده. فبناء عليه ان هم قرروا عقد جمعيه عموميه يوم 12 اغسطس، وده عشان يكون في تصويت على سحب الثقه ورحيل المجلس. فالحقيقه انا مش قادر افهم، او انا حاسس ان الموضوع ده فيه ليه؟ لان انت اصلا اداره النادي الاسماعيلي يوم الثلاث نزلت بيان على صفحته الرسميه، واحنا زعنا لحضراتكم البيان ده، ان هم بيقولوا ان يوم الثلاث ده اخر يوم في اللائحه او القانون اللي بيديه الحق لاعضاء الجمعيه العموميه، وان كده انتهت مبادره سحب الثقه. فانت ازاي بعدها بيومين ثلاثه بيصعب عليك اعضاء الجمعيه العموميه، بقيت انت بتقول بقى بتحكم صوت العقل وبتطرح الجمعيه العموميه قصاد الاعضاء عشان يتم التصويت على رحيل المجلس ولا لا؟ فاحنا بنتكلم ان في خلال يومين بس موقفك بيتغير 360 درجه. فاعتقد ان الموضوع ده وراه حاجه، ولكن نقدر نقول مثلا ان ممكن البيان ده عشان يحاول ان هو يخلي اعضاء الجمعيه العموميه يكون عندهم كسل شويه وما يروحوش يوقعوا على الاستمارات، وان اعضاء الجمعيه العموميه يقولوا خلاص طالما اداره النادي الاسماعيلي هتطرح جمعيه عموميه يوم 12 اغسطس فخلاص ملوش داعي ان انا اروح اوقع على الاستماره. فالحقيقه الموضوع الايام اللي جايه هيبان وهيشوف ايه وجهه نظر مجلس الاداره في ان هو يطرح جمعيه عموميه غير عاديه. فالوضع طبعا جوه النادي الاسماعيلي لحد دلوقتي زي ما قلت لك مسبب ارتباك شديد جدا جدا لاعضاء مجلس الاداره، لان هم كانوا على طول بيصدروا للناس القريبه منهم ان من المستحيل ان يجمع 1500 عضو جمعيه عموميه ويوقعوا على الاستماره، وان الموضوع بعيد تماما تماما على تجميع كل العدد ده. ولكن احنا بنتكلم لليوم العاشر تم تجميع 1676 استماره. الحقيقة الموضوع ده بياخدني ان انا بفضل اطرح سؤال، والحقيقة انا مش لاقي اجابة عليه، وهو ليه لحد دلوقتي ادارة النادي الاسماعيلي متمسكة بالمكان ومتمسكة بالمنصب اللي هم فيه؟ هل يعني النادي الاسماعيلي انتوا بتحبوه للدرجة دي، لدرجة ان انتوا مش عايزين تسيبوه وتمشوا؟ معقولة النادي الاسماعيلي واللي شافه من الفشل والدمار ومحو الهوية على ايديكم وما زلتم مصرين ان انتوا تكملوا؟ متخيل اصلا ان رئيس نادي الاسماعيلي نجح بحوالي 600 ولا 700 صوت، وان انت في عندك 1676 عضو جمعية عمومية وقعوا على استمارة سحب الثقة من المجلس بالكامل؟ فانت متخيل الرقم اللي انا بحكي لك عليه ده وصل لفين ووصل لقد ايه؟ فالحقيقة الوضع صعب جدا، وللأسف احنا كنا من المفترض نأمل كجمهور للإسماعيلي ان الأوضاع دلوقتي تكون أفضل، تكون أحسن، تكون فيها استقرار، ولكن بسبب التصرفات العنجهية والتصرفات الغير مدروسة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وصلونا للمكان ده ووصلونا للمرحلة دي. فأعتقد إن الناس مش هتهدى الفترة اللي جاية. عايز أقولك إن في إجماع كتير وكبير جدا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي بضرورة رحيل المجلس في التوقيت الحالي. وطبعا السؤال اللي على طول بيتسأل حضراتكم مين البديل وإيه اللي هيحصل بعد كده في حالة رحيل المجلس؟ هرد على حضرتك وأقول لك رد عليا في التعليقات تحت وقول لي وهو المجلس موجود إيه اللي حضرتك شايفه كويس اللي يخليك تقول إن لازم الناس دي تكمل. فاعتقد ان الامور بقت صعبة جوه النادي الاسماعيلي. اعتقد ان احنا خلاص يعني احنا وصلنا لطريق مسدود، سواء بان ادارة النادي الاسماعيلي كملت او مشيت، ولكن للاسف كل ده بيجي على دماغ النادي الاسماعيلي وكمان بيجي على جمهوره. فاتمنى ان الايام اللي جاية تشهد انفراجة في الموقف العام للنادي الاسماعيلي، وان يعني احنا نشهد شوية من الاستقرار، لان احنا خلاص بنتكلم انت فاضلك اقل من شهر على بداية الدوري، ولازم ان انت تكون مركز
تنجز، لازم يكون عندك خطط، ولازم النادي الإسماعيلي ولاعيبته يكونوا في معسكر مغلق. يعني أنا مش فاهم فكرة إن إحنا هنبقى متواجدين لحد دلوقتي في إسماعيلية بنتمرن، لازم يكون في معسكر مغلق المدير الفني يقفل على لاعيبته، ويعني يكون إن شاء الله معسكر مغلق ناجح. نروح لآخر موضوع معانا وهو بيخص المدير الفني الفرنسي ميلود حمدي وتصريحات صحفية قالها على قناة اون سبورت، وده بعد ما تم انتهاء المران داخل النادي الإسماعيلي. المدير الفني للدراويش صرح وقال إن اللعيبة بتقاتل بشكل كويس في المران، وإن اللعيبة مركزة بشكل كبير جدا، وإن هو مبسوط من نوعية اللعيبة اللي موجودة، إن هي عايزة تثبت نفسها وعايزة تعمل حاجة. وطبعا أكيد يعني على طول بيتكلم لجمهور نادي الإسماعيلي إن هو يفضل مساند وداعم للفريق إن شاء الله بداية من الدوري المقبل. فالحقيقة أنا كنت أتمنى وكنت أطمح إن الفترة دي في ظل وجود مدير فني جديد يعني النادي الإسماعيلي يشهده بعض الاستقرار، لأن للأسف الأحداث اللي بتدور جوه نادي الإسماعيلي ما تشجعش أي حد إن هو يجتهد أو يبذل قصارى جهده، ولكن نأمل إن شاء الله إن الفترة اللي جاية يعني تكون كويسة على النادي الإسماعيلي. إن شاء الله هنكون مع حضراتكم لما يحصل جديد أو يحصل أي أمور يعني طارئة أو أي حاجة ملفتة أو مثيرة للجدل جوه النادي الإسماعيلي، هنطلع على طول نبلغها لحضراتكم. ولكن احنا ممكن نقول لحضراتكم ان احنا نعتذر ان احنا نعمل فيديو يوم الجمعة، ولكن لو مفيش اي حاجة جديدة او مفيش اي حدث يعني يخلينا ان احنا نعمل فيديو، فاحنا بنقول لحضراتكم هنأجز من بعضنا يوم الجمعة، ناخد راحة كده عشان نشم نفسنا. ولكن الاحداث كلها جوه النادي الاسماعيلي الحقيقة يعني مفيش فيها اي جديد في عملية بس سحب الثقة. بيسعدني ان حضراتكم مكملين معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله باذن الله يعني يكون فيديو موفق. ان شاء الله مستمرين ومكملين مع بعض، يعني احنا موجودين مع بعض من 2018. اكيد طبعا في النهاية يسعدني ان حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، وبنجدد ندائنا المستمر لحضراتكم ونتمنى ان انتوا تشتركوا فيها. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.